وتطبيق ذلك على واقع المذهب من فعل الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، فإنه رضوان الله تعالى عليه كان في سرداب في البصرة، ومع أنه كان في سرداب إلا أنه كان مطلعا لما يدور في العالم الخارجي من أقصاه إلى أقصاه، من شرقه إلى غربه، بأحوال مجتمعاته بدقة متناهية جدا، على قلة من وسائل الاتصال وعلى قلة من وسائل المعرفة، إلا أنه كان مستثمرا لها أيما استثمار، فإنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يستطلع أحوال المسلمين عبر القوافل التي تأتي إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج ولمناسك العمرة، وكان يبعث بعثا خاصا لأن يلتقي بالوفود من أهل مصر والمغرب ومن أهل اليمن وعمان لأن يطلع على واقعهم وعلى أحوالهم. ودراسة التاريخ يجب أن لا تكون دراسة شكلية بحيث تقف عند الأحداث كعصر، وإنما يجب على الدارس أن يتغلغل في أعماقها ليستجلي هذه العبر ليستفيد بنفسه وليفيد الآخرين. ودروس الأئمة الكبار الذين خدموا الإسلام ونذروا حياتهم لله سبحانه وتعالى تفيض بالعلم دائما، كما كنت صدقوا الله وصدقه الله سبحانه وتعالى، وبوأه في هذه الحياة مقاعد الناس، وأورثه ما كانوا يتطلعون إليه من الخير، ووصلوا إلى ما كانوا يجدونه من الإصلاح. وكللت تلكم الجهود وتلكم المعارف وذلك الاطلاع الدقيق بأن أرسل الداعية سلمة بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أرسله في وقت دقيق وفي زمن عصيب إلى المغرب العربي، وفعلا التف حول هذا الداعية وما يحمله من فكر نير وما يحمله من علم غزير ومن تربية دقيقة تلقاها على يد شيخه أبي عبيدة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وفعلا كللت تلكم الجهود بإقامة دولة كاملة. كل هذا إنما هو فهم عميق لواقع الفرد المسلم، وهو على عتبة وعلى موقع الدراسة أن يكون مطلعا تمام الاطلاع بعلوم شتى